ممارسه فعل الكتابه استمتاع. فقعدت امرن العضله في سهر الليالي، وانا واثق انه مش هيتعمل. يعني عندي يقين ان فيلم بطوله جماعيه وانا راجل بيكتب لاول مره وهاني المخرج بيخرج لاول مره في 8 ابطال، وكانت الموضه وقتها الفيلم الكوميدي بطوله البطل الاوحد، وفجاه بقى عندنا سهر الليالي. طيب هو انا ينفع اقول حاجه؟ انا بكره فيلم سهر الليالي. لا اله الا الله. بشتغل على سهر الليالي 2. بس قبل ما تقيم الحد عليا خليك معايا ممكن تقتنع. سنة 2003 كانت سنة عادية جدا ومش مميزة سينمائيا تماما، نزل فيها أفلام مش كتير، أهمها مثلا ميدو مشاكل، حرامية في تايلاند، فيلم هندي، عايز حقي، تجربة دنماركية، عسكر في المعسكر، بحبك وأنا كمان. ممكن تقول لي دي أفلام كتير وبتاع، بس لأ، عدد الأفلام اللي نزل في السنة دي لا يقارن تماما بسنين كتير قوي في السينما المصرية كانوا بيضربوا أفلام حرفيا. المهم إنها كانت سنة هزلية بامتياز، محدش عايز يتكلم جد خالص في الأفلام لحد نزول فيلم سهر الليالي، فيلم دراما رومانسي بيحكي عن أدق التفاصيل والخبايا في حياة 4 من الأزواج والأصدقاء. تبدأ أحداث الفيلم في الليلة التي يجتمع فيها الجميع في حفل عيد ميلاد ابنة أحدهم، وفي هذه الليلة تقع خلافات بين الأزواج وزوجاتهم، حيث أن حياتهم العاطفية شديدة التوتر. يجتمع الرجال الأربعة ويقررون ترك القاهرة ومشاكلها والسفر إلى الإسكندرية للاستمتاع وإعادة حساباتهم. الله، ده اللي مكتوب عن الفيلم في المواقع زي السينما.com وهكذا. وهي الفكره جات لي من كده، ان انا في يوم قاعد عند واحد صاحبي في معرض العربيات بتاعه زي الفيلم، وفجاه لقيت الناس بيتكلموا في نوع مشاكل. شريف حتى عنده جمله في الفيلم كده بيقول احنا بنكبر ولا ايه؟ فانا ساعتها حسيت كده، احنا بنكبر ولا ايه؟ يعني النوع ده ما كناش بنتكلم فيه، مشاكل البيت والولاد والحياه ومراتي ومتخانق ومتصالح ومبسوط ومش مبسوط، واللي متجوز بيحسد العازب والعازب غيران من اللي متجوز. يعني فهي يومها اتولدت الفكره دي عندي، الله طب ما يلا نعمل كده، لانه ده بتاعنا قوي، عشان كده وصل للناس قوي، وعشان كده الحمد لله كل ما بقابل حد يقول لي انا ممكن اقول لك اسمي واسم 7 اصحابي زي ال8 بتوع. وتو بي اونست، قماشه رائعه جدا، محتاجه شويه قصص حلوه، علاقات وشخصيات على مستوى محترم من التعقيد اللي يخليني مهتم اكرههم واتعاطف معاهم، ولو ما فيهاش سيئة ادب يعني عايز اداءات تمثيليه حقيقيه على الاقل، مش عايز روبرت دينيرو يعني. وفر لي دول وبعدها بقى نبدا نتناقش في الفيلم نفسه. وهنا هو السؤال، هل فيلم سهر الليالي قدم ده؟ وده اللي احنا هنتكلم عنه في الحلقه دي. وقبل ما ابدا عايز بس اقول لك ان اي حاجه في الفيديو ده هي ارائي وكلامي نابع عن تفكيري وعن شخصيتي، تتفق معايا تختلف معايا براحتك، لكن انا عارف ان انا بدوس على لغم وفخ ليه ناس بتعبده، فانا بحذر اهو اي حد هيقل ادبه عشان خاطر فيلم. اظن الناس اللي بتتفرج عليا عارفين حاجه زي دي. تعال نتكلم عن الشخصيات. في الأول كان عندي إحساس إن دوري أكتر دور تقليدي، وكنت متضايقة قوي إن أنا هعمل الدور ده. عندنا 4 كابلز وكلهم كانوا صحاب قبل ما يتجوزوا حتى. عمرو اللي بيتقدم على انه الذكر الغلبان، مراته فرح الفيك اللي بيتقدموا لنا في تاني مشهد في الفيلم لما فرح كانت بتخلي عمرو يسجل لقاء لامها على التلفزيون، وامها دي اللي هي اسوأ منها مفيش، مدام نواره، قدمت نفسها كده في اول الفيلم ان هي اعتزلت الرقص وهي في القمه، واول دور ليها في السينما كان دور صغير في فيلم بنات الليل. اهو انت مش محتاج بقى ان انا اقعد اقول لك تفاصيل عن الشخصيه دي، هم بيتعاملوا عن اللي انا قلته لك ده ان ده عادي جدا ستايل حياه البني ادمين وان كلنا عاملين كده يعني. فرح كانت هي وعلي صاحبهم بيحبوا بعض بس سابوا بعض، وفرح اتجوزت عمرو وعلي اتجوز مشيره، وهنروح لهم دلوقتي. لكن قبل ده عايز اقول لك ان فرح لسه بتحب علي، وده اللي بيخليها دايما بتحاول تبين له قد ايه هي سعيده مع عمرو وقد ايه هو خسرها، وده كان كافي لتدمير اي حاجه بينهم، علشان ببساطه اي حاجه بتعملها فرح بتكون لاهداف تانية خالص غير انها تسعد عمرو بجد، وده بيوصل لاعلى درجاته بعد حفله عيد الميلاد وبيتخانقوا وبيديها عمرو بالحقيقه على صداغها، وبتكتشف انها مفضوحه قوي فبتفجرها هي كمان وبتبان على حقيقتها، وبتعاير عمرو انه مسك فلوس بسببها وبقى ليه شأن وبيلبس حلو وبتاع بعد ما اتجوزها، لان هم كانوا اغنى من عمرو شويه، هو كان راجل على قد حاله، وبتتدهور العلاقه زي ما كان بديهي جدا انه يحصل، وبيسيب عمرو البيت وبيمشي. عماله تدوسي خلاص ما بقيتيش شايفه غير نفسك، حاطه علي هدف قدام عينيكي، مصره يفضل بينا، لازم نبقى احسن منهم، لازم يندم كل ما يشوفك، لازم بيتنا يبقى احسن من بيته وانتي اجمل من مراته، لازم نخلف قبلهم، لازم نبقى مبسوطين اكتر منهم. مش قادره تحس ان ده ممكن يكون بيجرحني؟ مش مقدره انا عملت ايه عشان بحبك؟ مش ده علي اللي سابك عشان خاطر قريبته، ولا اللي كنت صاحبه خسرته واخترتك انتي؟ تحب صاحب عمرك بس عشان بتحبني، مش عشان تركب عربيه اخر موديل، ولا تقبض مرتب ما كنتش تحلم بربعه، ولا تسكن في شقه بكذا 1000 جنيه وتلبس سنيات.
تاني كابل وهم علي ومشيرة، اللي بيكمن فيهم سبب من اسباب كرهي للفيلم ده، وهو تقريبا اكبر سبب. اصل بص، اي حد من عبيد سهر الليالي هتلاقي اول حاجه بيقولها لك عن الفيلم ده هو قد ايه كان محاوله للخروج بره الصندوق ونط في المسقط وبتاع، لمجرد انهم كانوا بيشتموا وبيشربوا سجاير كلهم رجاله وستات ومخدرات وبص وزنا وكل حاجه تتخيلها اتقدمت في الفيلم ده، فبيصنفوا العبيد على انه فيلم جريء وبتاع، واي حد ضد الكلام ده بقى فلاح ورجعي والسينما النظيفه والحاجات دي كلها. بس هو بالنسبه لي فيلم اهبل جدا. يعني قول سهر الليالي ما كانش فيلم يعني نصله حامي قوي، لكن في افلام كانت نصلها حامي، اللي هم كان ساعتها بيشوفوا قرابي. دلوقتي انت ما تقدرش تعمل هذه الافلام. ما هو رده، تحسي انه اول ما اجي ازغزغ مخك التاني بيخاف، بيجيله بانيك. لو النبي ده يعني طب ما هو حرام، ما هو دي مش يعني ده خلقه شغله بقى في حاله بانيك ورعب انه انا مش مع القصيع. لو انا مش همشي زي البقر اللي ماشيين دول كلهم، طب ما انا ليه ما بقاش انا نفسي اشغل ده. وحاجه تانية اللي كنت بكلمك عنها وهي شخصيه مشيره نفسها. مشيره مش بتحب علي ومش منجذبه له عشان هو عادي، ده اللي بيتقال في الفيلم، وبيركزوا بقى عليها كده ويقول لك ايه لا ده هو عادي في كل حاجه. بس الحقيقه ان هم في الفيلم كانوا مركزين على عاديته في حاجه واحده معينه، وبيرموا لك كده من تحت لتحت اللي هو ايه عادي في كل حاجه علشان انت ما تعلقش. لكن السبب في تدهور علاقه علي ومشيره هي عاديته في موضوع كده معين. وماشي، انا فاهم ان دي ممكن تكون بتشكل عائق في علاقات كتير، لكن اتصدر في الفيلم ده ان هي صح، وان مش الطبيعي انك تبقى افريج في حاجه زي دي، ومش بتستخدم كلبشات وكرابيج وكور حمراء، وان هي حرام مش مبسوطه فبتبقى عايزه الناس تعاكسها ويبصوا لها عشان تحس بانوثتها اللي علي مش بيحسسها بيها، مع ان الراجل مستقيم، ده حتى السيجاره ما بيشربهاش، هو الوحيد اللي في الفيلم ده اللي ما كانش بيشرب حاجه ولا بيعمل حاجه، وبينقلب على الجانب الاخر تماما. بس لسه احكي لك يعني. انا بقيت استمتع بنظرة الرجالة ليه؟ كلامهم هما بيعكسوني، مبقاش عايزاهم يسكتوا. بس ما كانتش منجذبه له، علشان طبعا لطالما كان نموذج الباد بوي المخربش اللي هو كل البنات بتحبك كل البنات حلوين بقى وبتاع، هو اللي بيعجب البنات في الاستيريوتايب يعني. وحتى لو الفيلم كان ناوي يخليني اتعاطف في لحظه من اللحظات مع مشيره، فهو فشل تماما بطريقتها ورفضها ليه الغير مبرر. الموضوع ده مش بيتحل كده ولا بيؤدي اننا نسيب بعض، ولو خلاص يا ستي هنسيب بعض ما بتتعملش كده، وخصوصا انك حسستيه انه ناقص حته فعلا. والحقيقه ان الراجل زي الفل بيحبها لدرجه انه ضعيف قدامها ومش عارف يبرر موقفه، فبينقلب الوضع تماما وبيتذللها هو للغرابه يعني، وهي بتصمم انهم مش نافعين، وبيقول لها خلاص اهدي فكري كويس وهديكي فرصه تبقي لوحدك، وبيسيب البيت وبيمشي. والاحساس ده عندك من امتى؟ من زمان يا علي، من يوم ما اتجوزنا. yeah. علي انا عارفه الكلام اللي بقوله ده بيجرح، بس انا حاولت على قد ما اقدر وتعبت. انا حاسه ان انا بظلمك، انت ما تستاهلش مني غير ان انا اساعدك. يعني انت بتحبيني مش كده؟ اللي بتقوليه ده ممكن يكون حالة نفسية. انا بقالي 8 اشهر بروح لدكتور نفسي، كأني مع واحدة معرفهاش. اذا كنت انا نفسي مش عارفاها. والاحساس بالرفض ده من ناحية كل الرجالة ولا من ناحيتي انا بس؟ من ناحيتي انا بس. تالت كابل وهم خالد وبيري، متجوزين ومخلفين ومراته حامل كمان، يعرفوا بعض من ثانوي اللي هو انجح علاقه ممكن حد يتخيلها. واحد عرف واحده في وقت مراهقه وتشتت وكملوا مع بعض سنين، اتجوزوا وخلفوا وبيخلفوا تاني، لكن هو ما زال زباله، بيخونها يوميا تقريبا، وهي بيوصلها كلام كتير وبتكذب نفسها لحد ما بقت عارفه اللي بيحصل، بس هي عمرها ما شافت ده بعينها، فبتمشي الدنيا لحد ما في مره وبشكل ميتافيزيقي ومستحيل فيزيائيا تليفون خالد بيتصل بيها بالغلط، وهي بترد في اللحظه اللي بيبقى خالد بيعض فيها في العربيه وبتسمعه مع هو بيخونها معاها دي، فبتبقى هنا خلاص بقى اتخنقت وبتقرر ان هي تواجهه بخيانته. وخليني اقول لك ان منى زكي هي اجمل اداء في الفيلم كله، مش مجرد اداء حلو او عادي، لا هو كان اداء جميل جدا قوي جدا. وبعدها مثلا خلينا نقول فتحي عبد الوهاب، باقي الاداءات فيستك ومش عليهم لوم، دول كانوا شباب لسه في البدايه، لكن للاسف سبب من اسباب ضعف الفيلم ده بالنسبه لي هو الاداءات، مش حقيقيه خالص. قصه الفيلم ده يا جماعه بشويه اداءات حقيقيه كان هيبقى رهيب،
مشهد مثلا المواجهه بين عمرو وفرح، ده مشهد على الورق قوي جدا. ده راجل مكسور حاسس انه قليل جدا وبيصارح مراته بحقيقتها انها مش بتحبه ولسه بتحب صاحبه اللي كانت معاه، يعني مش حد غريب حتى، وانها بتحاول تبينهم مبسوطين علشان تغيظه. مشهد فيه قمه القوه والتعقيد يطلع منه كارثه، لكن للاسف احمد حلمي كان لسه في البدايه وقدم اداء روبوتي بالكامل. وحنان ترك بصراحه لو عملت ايه مش بتنزل لي من منظور تماما، وادائها كان مفتعل بشكل يخليك تشمئز كده من السين وتمشيه. كنت اتمنى مثلا ان ايه اداء منى زكي في مشهدها وهي بتصارح خالد بالخيانه تاخده وتديه لاحمد حلمي، واداء فتحي عبد الوهاب في نفس المشهد برضه تاخده وتديه لحنان ترك. ومشهد احمد حلمي وحنان ترك ده كان هيبقى مشهد قوي جدا وهيفضل يتشير لحد النهارده زي ما في مشاهد كتير بيتعمل فيها. لكن للاسف تيجي تبص النهارده تلاقي فيلم سهر الليالي اسمه بيتذكر وكل حاجه والناس فاكراه، بس محدش بيهايلايت اي حاجه جوه الفيلم ده لانه فعلا فيلم ضعيف. ولو تطرقوا بقى الحاجه في الفيلم بيبقى الراي الغبي بتاع الجرأه والهجص ده. المهم بتواجه بيري خالد بخيانته وبيحاول ينكر كالعاده، لكن بيلاقي الدنيا مقفوله خالص، فبيسلم للامر الواقع وبيحاول يخليها تسامحه، وهي فعلا بتحبه عايزه تسامحه من جواها. فبنشوف تردد واضح جدا منها وهي بتفكر ترفض الاعتذار ولا تقبله، بس تكرار خيانه خالد بتخلي الموضوع اصعب واصعب عليها، فبتبوء محاولاته كلها بالفشل وبيسيب خالد البيت وبيمشي. ناس يشوفوك في اوتيلات ونايت كلابز ويجوا يحكوا لي، وتليفونات تجيلي في نصاص الليالي من ستات يقولوا لي كلام من اقذر ما يكون. عارف، بقيت اضحك على نفسي واكذب كل دول لغايه امبارح مراتي سمعتك بوداني، شفتك كأنك قدامي، شايفك بتبوسها ازاي، ماسكها منين. لو قعدت اعتذر لك عمري كله مش كفايه. انا حيوان ما استاهلش ولا دمعه من دموعك دي. كل اللي اقدر اعمله اني احلف لك 100 يمين اني عمري ما حبيت حد غيرك، اوعدك 1000 وعد اني عمري ما هعمل ده تاني. بس انت اديني فرصه، سامحي، اغفري. المشكله اني كنت ببقى عارفه وقاعده عشان انت ما تعرفش اني عارفه. دلوقتي انت عرفت، يبقى لازم امشي. رابع كابل وهم سامح وإيناس، الوحيدين اللي مش متجوزين، علاقتهم مبنية على اتفاق انهم يفضلوا مع بعض من غير جواز، حتى برضه في الجرأة والخروج بره الصندوق والنط في المسقط والحاجات دي. المهم إيناس عندها طموح وتطلعات كتير جدا، شايفة نفسها في أماكن بعيدة كل البعد عن أقوى نقطة ممكن يتخيل سامح إنه يقف فيها في يوم من الأيام. بتحاوطهم علاقات فاشلة من كل حتة، وده اللي مخلي سامح رافض فكرة الجواز علشان هي كبت للحرية ومش مجرد بوس وأحضان وبتاع على كلامه يعني. وفعلا هو مش فالح مع ايناس غير في البوس والاحضان. انت بتلاقي ان مع اول موقف بيتعرض لنا في مساحه للنقاش والخد وهات عموما بيفشلوا فشل ذريع. ايناس على قد طموحها ورغبتها في النجاح هي برضو محتاجه ليدر للعلاقه دي، حد يقول لها اعملي وما تعمليش، وده نوع نادر من الاندبندنت وومنز، علشان غالبا النوع ده لو قلت لها مثلا اشربي 7 وبلاش بيبسي هتشرد لك على تويتر. بس في حالتهم شخصيه ايناس مثاليه جدا، لكن المشكله في سامح، هو مش عايز اي نوع من انواع القيود لا عليها ولا عليه، بيتمسك بفكره رفض الجواز وهي بترفض علاقتهم بره اطار رسمي معروف لاول من اخر. وفي عز الخناقه والنقاش ده مش بيهدوا غير وهم حاضنين بعض، وده بيأكد على ان العلاقه دي فاشله. وبتعرض ايناس عليه الجواز للمره الاخيره وبيقول اغبى كلام ممكن تسمعه، فبتسيبه وتمشي. لا مش حرة ولا انت حر، احنا الاتنين بتوع بعض، والمفروض ان احنا نبقى مع بعض دايما، وده اللي يمكن يحسسنا بالامان. منتهى الامان بالنسبه لي هو انت لوحدك، انما انت عايزاني وعايزه شغلك ونجاحك ومشاريعك. عمر الطموح ما كان عيب. ما انا كمان عندي طموح، طموحي اني اكون سعيد وراضي، طموحي اني ما اتخنقش، انما انت طموحك ممكن يخنقني ويخنقك ويخنق علاقتنا. مهم قوي ان طموحنا ما يكونش على حسابنا. انت ما بتحبنيش، لو بتحبني كنت قبلتني زي ما انا. انت كمان مش قابلاني زي ما انا، بس انا بحبك. وانا كمان بحبك. سامح، يلا نتجوز دلوقتي حالا. وازاي نضمن ان اختلافاتنا مش هتخنقنا؟ مفيش حاجه في الدنيا مضمونه. يعني نتجوز ونستنى واحد فينا يخنق التاني؟ لا ما نتجوزش، خلينا كده احسن. نتقابل بالليل وكل واحد عايش حياته، نقضي وقت لطيف في السرير، هو ده المكان الوحيد اللي ما بنختلفش فيه. انما جواز وكبت حريه ومسؤوليه، يا ايه القرف ده؟ ده اللي انت عايزه مش كده؟ لا يا ناس، مش ده اللي انا عايزه. عارف بقى انا عايزه ايه دلوقتي حالا؟ مش عايزه اشوف وشك تاني. والمفروض الفيلم يخلص هنا خلاص. دي علاقات ما فيهاش مجرد مشاكل، لا، الشخصيات وجودهم نفسه هو المشكله، محدش فيهم نافع. واحد خاين وعمره ما هيتغير، وفلنفترض انه اتغير، للاسف توليت
مفيش ست هتنسى في يوم من الايام خيانه جوزها، ما بالك بقى ب60,000 خيانه وانت راجل متجوز ومخلف وابنك التاني بيتولد في الفيلم برضه، واحد تاني متجوز واحده كانت بتحب صاحبه وما اتفقوش وهي لسه ما نسيتوش وبتحبه وبتحاول انها تبين انها مبسوطه مع جوزها عشان تغيظه، وده مش في الديره، لا خلاص عمرو عارف ده، وبرضه مستحيل الراجل يقبل حاجه زي دي ويتعايش معاها. واحده عندها سكشوال فانتاسيز عايشه فيها ومش بتحب جوزها وهو ما غلطش ولا عمل اي حاجه تدينه، بالعكس ده بيموت فيها، وهي في اول فرصه خانته مع واحد غريب جدا وبيرسبن في اي مكان هي موجوده فيه بشكل غريب ولا كانها مشيره له لوكيشن، بس هو نموذج الباد بوي اللي هي بتحلم بيه. ويا حرام بعد ما بتخون جوزها معاه بتحس بالذنب، واحد مش عايز يتجوز وعايز يفضل يعط من غير مسؤوليات ولا ضغط واللي بيحبها رافضه الوضع ده، هل دول ممكن يتجوزوا؟ ولو اتجوزوا بذمتك هيكملوا يا مؤمن؟ هل في علاقه من ال4 دول ينفع تكمل؟ ليه الفيلم مكمل؟ انا موتي يسيب منك تعامل المشاهد على انه غبي، وبالفعل الفيلم بيعاملنا كلنا اننا اغبياء، وبيقرر انه يكمل وبيجتمع ال4 وبيروحوا شقه اسكندريه بتاعت علي، والمفروض يهدوا ويعيدوا حساباتهم ويصلحوا الدنيا. اللي هو ايه اللي يصلحوه في شقه اسكندريه؟ انا مش فاهم يعني. وتستمر مشاهد الحشيش والستيلا اللي ما تفهمش بينزلوها على التموين ولا ايه. علي بيحاول يخرج عن شخصيه الجود بوي او علي ابن الناس الكويسين زي ما هم مسميينه، وبيشرب وبيحشش وبيعمل كل حاجه، بالاضافه الى كارثه عمره ما كان يتخيل انه يعملها عشان يثبت لنفسه انه بالشبحانه الكافيه، وللاسف بيتكسر تماما. وبيكلم مشيره تاني بيقول لها ايه قلت ايه، على اساس يعني ان هي في اليوم ده كان ممكن تغير رايها، فبتقول له فكر في الموضوع من غير رومانسيه، وهي اصلا العلاقه بايظه بالنسبه لها علشان الرومانسيه. حوارات غبيه وحاجه في منتهى البؤس. وانت ما تقوليش هما مش متوافقين والشغل ده، هما تمام في كل حاجه، علي ومشيره تمام في كل حاجه، هي اللي عندها تطلعات مش شرط تبقى موجوده في الراجل باي ديفولت كده، ما بينزلش بيها كده في وضعيه المصنع. ويا سيدي خلاص هي مش بتحبك كمشاعر، هنمشيها مشاعر بس يعني، بلاش الجانب التاني ده. اتجوزتيه ليه؟ بلا شك علي هو ضحية العلاقة دي وبيتم تقديمها بأغبى الطرق الممكنة، وكنت هعديها لو تم التعامل مع مشيرة في الفيلم ده ان هي وحشة او ان هي غلط او ان هي لكن بيتعاملوا معاها بقمة الجدية، وده سبب من اسباب كرهي لهذا الفيلم. خالد بيكمل محاولاته مع بيري وهي رافضة، وده حقها 100%. دول اكتر شخصيتين اصلا تحسهم يعني ليهم لازمة في الفيلم أو حقيقيين. وسامح بيأكد أكتر وأكتر على هدفه من الحياة وهو العط والصياعة، ولو فضي شوية كده ممكن يعط وبعدها يصيع، وبين هذا وذاك شوية عط والصياعات طول الوقت وهي ماشي. فرح بتحس شوية إنها زبالة وأمها نورة. إيه كاركتر الشرير الكاريكاتيري ده؟ في إيه يا مدام رجاء؟ في إيه والله؟ ده حرام عليك شوية وهيطلع لك قرون تخرم الويب كام بتاعت اللابتوب. أصل مش ممكن، مفيش حد شرير كده، ولو في مفيش حد يظهر نواياه بالشفافيه دي. ولحد دلوقتي كده انت لو طلعت من البلكونه كده تبص على الفيلم وهو داير هتلاقي ان كل حاجه ماشيه صح، وان طريقك مسدود والقصه فعلا ماشيه كويس، بغض النظر عن محاولات دايما لتصدير طريقه معينه للحياه والعلاقات بتحصل. بس الفيلم كان بيتعامل مع ان دي الحياه بتاعتنا كلنا وان ده عادي. بص وحشيش وبفره وفي كل حته. انا بالنسبه لي اصنف الفيلم ده في فترته 2003 ان هو فيلم من افلام الكومباوندات وكريمه المجتمع اللي بتتقدم لنا دلوقتي وما بنبقاش طايقينها. انا بكتب الفيلم ده وانا متاكد انه مش هيتعمل، فكنت حر قوي قوي ولا عامل اي حسابات لا على اعتراضات رقابيه ولا مش عارف احكام اخلاقيه ولا ممثلين هي مش عارف ايه، ماليش دعوه، انا بلعب بكتب سيناريو يعني. بيعرض قضايا حقيقيه جدا في سياق مش قريب من الناس خالص. طبعا ناهيك عن الاداءات التمثيليه الخرا وكل الكلام ده، انا بكلمك عن قصص حقيقيه كان ممكن ان هي تتعرض بطريقه قريبه من الناس كانت هتلمسهم اكتر من كده بكتير. وبيكمل الفيلم وبيقرر انه يستمر في البواني المتتاليه لحد التلت الاخير، بيقرر انه خلاص بقى كفايه عليك كده، ببقى انا واقع كده نوك اوت، بيقرر انه يشخ عليا خلاص بقى بتفتح منه. بيري بتولد وبيروح لها خالد وبيجتمعوا تاني بقوه البيبي ولا كأن حصل حاجه. فرح بتكمل في الزباله بتاعتها هي وامها وبتكذب على عمرو وبتقول له انها حامل عشان يقعد وما تسيبهاش، ودي كانت نصيحه امها نوره بالمناسبه. استاذه رجاء سابت بصمه يعني بتمثل المرجع بتاع الشر في الفيلم ده. انا بعد كده لما ببقى بكتب شخصيه مثلا شريره هرجع اتفرج على مدام نوره رجاء الجداوي في فيلم سهر الليالي عشان اتعلم كده وانهل من بحر شرها. علي بيقول لمشيره انه خانها وهي كمان خانته، فبتحاول تصد احساسها بالذنب ومش بتقول له انها خانته، فبتقول له احنا لازم نسامح
سامح وبتاع، وبتبقى ريحت ضميرها شويه وعيشت الراجل يعني في مأساة بقى ورعب نفسي ان هو خان مراته، مع ان هي اصلا مولعاها من قبل وهي كانت السبب ان هو يعمل كده. وسامح بيوافق انه يتجوز ايناس في يوم وليله كده، ما تفهمش بقى ايه اللي غير حاله، بس يلا بقى بجمله البوان اللي بيديها لك الفيلم في مناطق حساسه. وعايز اسال سؤال بس، هل اللي انا قلته ده لو اديته كده لاي عيل مريل في الشارع هيبقى مقنع بالنسبه له؟ التلت الاخير من الفيلم كان حقنه بنج اتدبت في الاربع علاقات بنفس السرنج، مش بس بنجتهم مؤقتا، دي سممتهم، عشان الغلطه الجايه في اي علاقه فيهم هتتسبب في انفجار محدش فيهم كان يحب يوصل. وبيتقفل الفيلم على فرح سامح وايناس، وباقي الازواج بيرقصوا حواليهم على موسيقى اغنيه سهر الليالي اللي دغدغت قاعات الافراح طول ال 23 سنه اللي فاتوا. وعايز اقول لك ان احنا لو جينا دلوقتي فتحنا كده الباب على اي علاقه من دول بعد كل السنين دي، تفتكر هتلاقي ايه؟ سواد طبعا، كلها علاقات فاشله ومش نافعين، بس كانت بتتزق بشكل مبالغ فيه. اغنيه سهر الليالي اللي اشتغلت في فرح فيه 4 علاقات فاشله واحنا مبسوطين بيها قوي، بنشغلها في افراحنا لمده 23 سنه بعدها. يعني انت بتبدا حياتك مع واحده انت بتحبها بلقطه في فيلم هو المثال الحي للفشل في العلاقات. الحاجه الوحيده اللي كان ممكن تمشي في الفيلم ده هي علاقة ال4 رجالة دول. هم صارحوا بعض، هم عارفين ايه اللي بيحصل بينهم وبين بعض، وما زالوا بيحبوا بعض، والذكريات اللي بينهم والعشرة والعيش والملح هم أقوى من 100,000 جوازة ومن 100,000 مشكلة. كانت تبقى قفلة مثالية قوي بالنسبة لي إن يكملوا حياتهم بقى مع بعض ويبدأوا دنيتهم من جديد بعيدا عن ال4 ستات دول. واللي عايز يكمل عط مع نفسه يكمل، واللي عايز ينضف، لكن ال4 رجالة دول وال4 ستات دول دونت ميكس. بس كده الفيلم ده فيه حالة جميلة جدا وكان ممكن يطلع منه حاجات تحفة، عشان كده بيحرق دمي في كل مرة بتفرج عليه فيها، وغالبا بيقع قدامي كده بالصدفة. انا مش هدخل امشي كده على رجليا واتفرج على فيلم سهر الليالي، مستحيل. وبس ده اللي كان عندي. قول لي رأيك، افتح آفاقي اكتر على آراء في الفيلم ده، يمكن الواحد يغير تفكيره في شوية حاجات، مع اني ما اعتقدش يعني. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش انك تعمل سبسكرايب، خلاص احنا على ابواب ال20,000 وراجع اهو منتظم في الفيديوهات وبتاع. والاهم هو انك لو مهتم تعرفني بشكل اكبر من يوتيوب ده، تعمل لي فولو على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الديسكريبشن. انا هناك 24 ساعه، انا ما بنامش اصلا، فانت تلاقيني على طول على الانستجرام بتكلم مع كل الناس، كل الناس بتتكلم معايا، وستوريز بقى وحاجات كتير مالهاش علاقه بيوتيوب وليها علاقه بيوتيوب في بعض الاحيان. وبس كده.